السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة جدا، وكلنا بندور على تدميس الفول، وكلنا كنا بنعمل الفول غلط. أنا هقولك الطريقة الصحيحة وسر إن الفول يطلع بنفس شكل وطعم المطاعم، وهتلاقيه طعمه تحفة جدا وسهل جدا. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا هنقول بسم الله، واللي ما اشتركش في القناة ياريت يعمل لي اشتراك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. الطريقة بتاعتنا سهلة ومبسطة. طبعا الفول المدمس احنا بنحتاجه كتير جدا يوم الجمعة، في فطار يوم الجمعة وفي سحور شهر رمضان. وهقولك على سر ان انت تختاري الفولة الصح. الفولة الصحيحة اللي انت تختاريها هي الفولة البيضة دي. اوعي تجيبي الفولة اللي هي الحمراء. الفولة الحمراء هتبقى مغمقة معاكي شكل الفول، وهيديكي الفول طعمه مش حلو، وهيبقى الفولة نفسها ناشفة. لكن لو استخدمتي الفولة البيضة طعمها حلو جدا، وبتخلي الفول بتاعك لونه ابيض وفاتح وشكله حلو جدا. انا هنقع الفول لمدة 12 ساعة في مية دافية، وهبتدي اغير عليه المية من وقت للتاني. وبعد كده هبتدي ان انا اجيب الحلة بتاعتي او القسط اللي انا هعمل فيه الفول، وهبتدي ان انا احطه على نار متوسطة من ساعتين ل3 ساعات. وده انا حطيته حوالي ساعتين كده على النار. بصوا الميه عملت معايا ازاي، الفول عمل معايا ازاي. انا لسه مزوده له ميه دلوقتي علشان الميه بتاعته كانت نقصت. هبتدي اني انا كمان احط له 3 معالق من العدس، واحط له 3 معالق من الفول المدشوش، وكمان هجيب معلقه من البابريكا الحمراء وهحطها، وهقلب كل المكونات كده، وانزل الفول المدشوش والبابريكا لتحت خالص علشان كلها تاخد من الطعم. بعد كده هحطه على النار لمدة نص ساعة كمان علشان كل مكوناته تمتزج مع بعضه ويعمل لي طعم وفول حلو جدا. بص الفول نفسه طالع شكله عامل ازاي، لونه فاتح مش اللون الغامق، هو ده اللون اللي انا عايزاه. والطعم نفس طعم المحلات اللي انت بتشتري منه، ويمكن احلى كمان، احلى نظافة واحلى جودة واحلى طعم كمان. طعم الفول لما بتدمسيه في البيت غير اللي انت بتجيبيه من المحلات خالص نهائي. حتى المية بتاعته فاتحة ولونها تتشرب كده. هتجيبي بقى الفول بتاعك وهتحطي منه في طبق كده. ده الفول المصري العادي خالص، ده التوضيب اللي هو العادي. انت هتحطي حبة زيت، وهتجيبي الطحينة الجميلة قوي اللي انا عاملاها، اللي هسيبلك اللينك بتاعها في صندوق الوصف. ولا بتفصل منك ولا اي حاجة، وب3 مكونات بس هتعملي طحينة لا يعلى عليها. الكيلو ابو 120 جنيه، انت هتعمليها باقل التكاليف في بيتك، وسهلة وبسيطة جدا. اول ما يهدى الفول بتاعك هتكيسيه بالمنظر اللي انت شايفاه ده. بصي لونه وفاتح والطعم خطير. اما تحطيه حطيه بالفولة بتاعته سليمة كده علشان تعرفي تعملي الاطباق الجميلة اللي انت بتعمليها. وبألف هنا وشفا.